النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل فتة بالكوارع. كده حطيت المادة الدهنية هي الزبدة، وهنا هحط حتة تومة مع كزبرة مع فلفل اسمر مع سنة ملح صغيرة. واول ما تاخد تشويحة حلوة كده احط لها ايه بقى؟ نقطة خل صغيرة خالص، ما كترش. وبعد كده احط الطماطم واوريها لكم برضه اهي. وبعد كده احط الطماطم واسيبها تتسبك، وبعد كده اوريكم انا هعمل ايه تاني. هحط لها شويه فلفل اسمر. هعمل رز ابيض للفتة. حطيت الماده الدهنيه، وبعد كده هحط الرز واحط شويه فلفل اسمر واحط ملح واشوحه الاول كده مع بعضه اهو. وبعد كده احط له الميه، وما يتشرب خالص هوطي عليه عشان يترد اهو يا حبايبي. لايكات بقى وشير، اشتركوا عشان اي حاجه ده تجيلكوا على طول. انا حطيت الزبده اهي. هعمل ايه بقى؟ هحمص العيش اهو، قطعته كده. وبعد ما احمره حلو جدا هحط شويه خل واحط معلقتين صلصه واوريكم انا هعمل ايه تاني. العيش اتحمص اهو. هنحط ايه؟ خل بالثوم اهو. وبعد كده نحط شويه صلصه. وبعد كده اوريكم انا هعمل ايه تاني. يبقى هنعمل ايه بقى؟ قطعت بتاع ديت كوارع، واحط عليها شويه صلصه وادخلها في الفرن واوريها لكم. بالكوارع جميله جدا، رز وعيش وصلصه والكوارع من فوق اهي. وده طاجن كوارع اهو، كوارع متقطعه وعليها صلصه وعليها شويه شوربه برضو محطوطه في الفرن. ودي الشوربه اهي. لايكات يا حبايبي وشير، اشتركوا عشان اي حاجه جديده تجيلكوا على طول يا حبايبي.